حضرة الوكيلة، تمثيلية من تأليف رشاد حجازي، إخراج يوسف حجازي. يسري الله يسري. نعم يا ستي. نعم افندم. مالك يا اخويا؟ بتفكر في ايه وسرحان في ايه؟ ابدا يا اختي ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ فنجان القهوة اللي طلبته بقاله زيادة عن ساعة قدامك ولا انتهيت؟ صحيح القهوة. طيب يا ستي كتر الف خير، هشربها اهو، بس كنت سايبها تستهدى شوية. تستهدى ايه؟ دي تلجت. لا يا يسري، انت مش معانا ابدا اليومين دول. ده صحيح يا راوية. انا تعبان يا راوية، تعبان قوي. تبقى المقدمة اياها. لا يا حبيبي، احنا لسه بخمسة منه. خمسة منه ايه؟ قصدك ايه بقى يا راوية؟ امال يا سي يسري، انا فاهمك كويس. تعمل انك مهموم وزعلان لحد ما اطب انا واسألك، تطلع الحكاية ازمة مالية. لا يا ستي، من ناحية دي اطمني، الجيب لسه عمران والحمد لله. ايوه كده، اتكلم بقى وخد راحتك. لا وحياتك سيبيني في حالي دلوقتي، احسن دي حكاية صعبة قوي. اخصى عليك يا يسري، هتخبي عن اختك حبيبتك. راوية، المرة دي أزمة عاطفية يا راوية، مش أزمة مالية. يا نهارك زي بعضه. وقعت يا يسري؟ صبيتي عن اختك؟ ولا حد سمع عليا يا عين اخوك. ومستني ايه؟ المأذون ساكن في نفس الشارع، ايدك في ايدي وطيران على بيت الحبوبة. يا ريت يا راوية، يا ريت ما كانش يتعز يا ست هانم وما كانتش العين بكت. ايه المانع بس؟ مش تفهمني؟ طلبتها ورفضت انت رخرة، هو انا استجرى اطلبها عشان ترفض؟ يا نهاري للدرجة دي؟ طلعت مين الحبيبة دي؟ عارفة الحبيبة مين يا راوية؟ مين؟ الرئيسة بتاعتي يا راوية. بحب حضرة الوكيلة يا راوية. يا ستي، وايه اللي وقعت الوقعة السودة دي يا اخويا؟ دي لازم ست كبيرة. ابدا والله يا راوية، تطلع قد كده في السن ويمكن اصغر شوية. مش معقول. امال تبقى رئيس عليك ازاي؟ ما بلاش احراج انت كمان، ما هو على ايدك. مش كنت باخد السنة بسنتين طول عمري، وتلاقيها كانت البنت نبيهة تليمت على الشهادة قبل مني بكام سنة، وما تجيش الطوبة الا في المعطوبة زي ما بيقولوا، وما احبش الا الريس. قلت لي بقى اتاريك موظف مجتهد، موظف ممتاز وبس. ده انا لو امرتني المع ازاز شبابيك المكتب ما عنديش مانع، امسح البلاط والله العظيم، اقلع الجاكيتة وامسحه بيه. يا عيني يا عيني، يا بختها بيك حضرة الوكيلة، ياك تكون بتعاملك كويس. امال ابدا وحياتك، محملاني فوق طاقتي. انا في نظرها حمار شوف. الله، وقفت ليه يا يوسف؟ على فين ان شاء الله؟ على المكتب يا رب، عندي كم ملف كده عايز اخلص منهم. يا راجل اقعد معنا بقى الليلة دي، محسن زمانه جاي ونفسه يشوفك.